صباح الخير. هنعمل يا جماعة محشي الكوسة والفلفل والبدنجان. هنعملهم في البرام ونعمله في الفرن زي ما احنا شايفينه كده. بصوا محشي الكوسة والفلفل، الريحة بتاعته مستوية وحلو جدا، ريحته حلوة جدا. بصوا شايفين الرز بتاعه مستوي ازاي. هنعمله دلوقتي مع بعض. ولو اول مرة تشوفوني، انا فايزة عبد الله، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. وهنبدأ دلوقتي مع بعض في خطوات المحشي. بس انا قلت تشوفوا الاول. بصوا الشكل بتاعه والطعم بتاعه والريحة بتاعته حلوة جدا، وهي بيتعمل كله في الفرن. هنبدأ دلوقتي مع بعض. شايفين ده اللي في الصينية او الطبق البايركس، واللي في البرام. هنبدأ مع بعض. معانا 6 بصلات كده مفرومين، فرمهم في الكبة، وبعدين هحط عليهم معلقتين كبار اللي هما المعالق الغرف او نص كوباية سمنة بلدي، وهحط عليهم شوية زيت وهقلبه كده على النار بحيث ان هو البصل يدبل الاول. هقلبه شوية كده على البوتاجاز، شايفين، لغاية لما يبقى بس مستوي كده شوية، او يبقى يعني دبلان شوية، اللون بتاعه يتغير. هحط الطماطم انا عصراها او حطاها في الفريزر. هكسرها كده زي القمر الدين. انا عاملاها في اكياس، او ممكن تحطي كيلو طماطم معصورة. هحطها لغاية لما تتسبك شوية مع البصل. هحط الملح، هحط التوابل، الكمون، الفلفل الاسود، البابريكا، القرفة، كل التوابل بتاعة المحشي. ومعانا الفلفل الأخضر الحار، وبعدين معانا بصلاية هحط عليها الملح والفلفل. أخدتها من البصل طبعا اللي احنا فرمينه. هدعكها كده، ده السر، بيدي طعم وبيدي ريحة. دي يعني البصلة لوحدها لما بدعكها بالملح والفلفل بتدي ريحة حلوة قوي. وبعدين هحطها في الآخر بعد ما أنا شلت البصلة والطماطم من على النار. معايا الفلفل، معايا سوري، الخضرة، حزمة كزبرة خضرة وشبت وبقدونس، طبعا مغسولين ومتقطعين رفيع. بحطهم في الآخر من غير ما يكونوا على النار عشان اللون بتاع الخضرة ما يتغيرش. دلوقتي أنا بحط النعناع، نعناع جاف أو نعناع أخضر تفرميه. وبعدين الرز، معايا الرز أنا غسلته وصفيته كويس. وبعدين هحط عليه شوية من الخلطة، لأن أنا عاملة الخلطة مزوداها شوية أو مكتراها شوية. هقلبها كده كويس. معانا الكوسة متقورة والفلفل والبدنجان. انا بجيب الخضار يكون رفيع بحيث ان الواحد لما ياخده بالشوكة كده، طبعا مغسولين، وبعدين مجرد ما يتغسلوا انا بحشي على طول عشان ما بخليش البدنجان يتغسل ويستنى عشان ما يجلدش. دلوقتي انا بحشي الكوسة. مش لازم ان انتي يعني تكبسي الرز جامد علشان ما يفرقعش الكوسة.
وبعدين ممكن ان انت تعمليها بس كده تزقيها شوية او تخبطيها كده بسيط، او تعمليها كده بصباعك بس الصغير تدخلي فيها الرز، او بالخلة تروحي مدخلاها كده شوية بس عشان ينزل، لانها الكوسة صغيرة شوية زي ما احنا شايفين كده. انا حطيت كده الكوسة. هنعمل البدنجان والفلفل بنفس الشكل. ناخد بالنا ان احنا ما نحطش الرز كتير عشان لما يستوي برضو يبقى فيه فراغ، نسيب حوالي زي سنتي او عقلة صباع كده في البدنجان او في الكوسة عشان تستوي براحتها. زي ما قلنا البدنجان مجرد ما بيتغسل انا بحشيه علشان ما يجلدش، ولو انت عاملاه قبليها بيوم مثلا مقوراه ولا حاجة ممكن تحطيه في كيس وتحطيه كده في التلاجة من تحت بس من غير ما يتغسل. بصوا انا بعمله كده بالخلة بس ادخله شوية لو انا لاقيه ان هو رفيع مش قادرة ان انا انزل الرز لتحت. برضو نفس الحكاية الفلفل هسيب برضو فراغ شوية عشان يستوي براحته. معانا البرام هحط من تحت فيه طرنشات من البصل وطرنشات من الطماطم كده. هميل البرام عشان اقدر ارصه كده وهو واقف البدنجان والمحشي كله. ونفس الحكاية الطبق البايركس. معايا الشوربة بتاعة اللحمة. طبعا انا دقتها الاول وبعدين حطيت عليها معلقة طماطم كبيرة او صلصة. هسقيها كده في البرام، هخليها تقريبا نص البرام فيه شوربة. هحط على الوش وبعدين اغطيها كويس قوي بالفويل وبعدين هحط عليها الغطا يبقى زي المكمور كده. عارفين لما الواحد بيكمر البرام، وحطيته في الفرن على درجة 200 او 180 وبعدين بوطي بعديها لغاية لما يتشرب. سبته حوالي زي ساعتين، سبته بقى براحته قوي في الفرن. بصوا كده انا طلعته من الفرن، بصوا الشكل بتاعه، الريحة بتاعته فظيعة يا جماعة ومستوي كويس جدا. انا فتحت عليه علشان ياخد بس تحميرة كده من على الوش يبقى شكل البرام شكله حلو. بصوا مستوي ازاي، حلو جدا والريحة بتاعته حلوة قوي. انا مستنية رأيكم في الكومنتات لما تجربوه تقولوا لي رأيكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد.